الناس غادي يشكوا فيك، ولكن الحقيقة اللي غادي تشوفها اليوم غادي تبدل كلشي. كيقولوا العاقل خاصم نفسه، ولكن انت هنا عندك خصوم كتار. اهم مشاكلك وخصومك هو انت، هو نفسك. انت تلفان، وانا كنقصد ليك انك تلفان الوجدان. كتدخل المجهول وكتلعب بيه وما عندك السوق، حيت باغي تحس راسك مميز اولا كديرها بدافع الفضول. وليتي كتعدى الخطوط اللي مرسومه ليك، والانسان ضحيه افكاره الى مال الخوف او التلفه. وباش توازن بيناتهم خاصك منهج واضح ما يخليكش تفوت الخطوط المرسومه عليك. دابا الا عاودتي للناس هادشي اللي كتعانيه باش توصل، واش غادي تيقوك؟ سهله، غادي ينعتوك بالهبيل المجنون وانت عارف هادشي. واخا تكون شهادتك، الناس محتاجين دليل ملموس، وحتى الا عطيتيهم دليل ملموس مستبعد انهم يتيقوا. غادي يفسروا داكشي اللي عاودتي ليهم كما بغاو. غالبا يقولوا هادشي مجرد اوهام في دماغك، او لا عندك شي نوع من الانفصام، ولا غيلقاو ليها اي مخرج. المهم عندهم ما يعترفوش انك على حق، وهما تابعين داكشي اللي ترباو عليه. معتقداتهم اهم من هضرتك ودليلك الملموس. وكاين اللي يقول ان بعض الظن اثم، وإلا كان بعض الظن إثم يعني أغلبيته حقيقة. تريدين كيعطيك عرض متوفر، كيقول لك بغيتي المال، الحكمة، العلم، الجاه وبزاف ديال الحوايج. بشر بزاف كيتمنى هادشي وما عمرهم غادي يلقاوه. ولكن انت دخلتي لهذا المجال عندك جوج اختيارات: رفض او القبول الحظ. ولكن انت ما عارفش اشنو كيوقع ورا الكواليس، وهذه نعمة كبيرة وانا كنحسدك عليها. اذا شنو كيوقع ورا الكواليس؟ كاين حوايج بزاف كتوقع، كاين اللي كيسميها خوارق الطبيعه، وهنا كتسمى امور طبيعيه. بحال الا قلتي هادي 1000 عام على دابا كان كيشوف باش بشر يطير، وهاد الحاجه اللي خارقه للطبيعه ومستحيل يوقع اللي بغى يوقع. ولكن اليوم اللي قلتي ليه ان البشر يقدر يطير، غادي تجي حاجه اللي تافهه وعاديه جدا. عقولنا كتبدل كل ما الزمن كيتطور وكيطول، وكاين الحقيقه ديما غادي تبقى ثابته. الحقيقه بالنسبه ليا هي بزاف ما عارفين والو، والغرور ديال الانسان مخليه يقتنع باللي هو الكائن الوحيد في هذا العالم وفي هذا الكون الواسع، وباللي باقي الاكوان والعوامل الموازيه غير مجرد افتراضات وصافي. والاحتمال كائنات اخرى كتشارك الوجود في هذا الكون الواسع هو امر مرفوض، وهذا اللي طرا في التريدين. كاين اللي كيقول بلي هاد الاستراتيجيات ما كاينينش وما خدامينش، وهاد الناس عارفين راسهم. وهنا غادي يحارب الفكره بكل ما اوتي من جهل ماشي من القوه. انت ما كتامنش بوجود استراتيجيات او كائنات اخرى، ماشي مشكل، سوقك هذاك، ولكن علاش تنفي الوجود ديالها من الاساس؟ ولا يقين بلا دليل، والبينه اعلى من ادعاء. نتوما كتدعيو انكم بوحدكم، فخاصكم تثبتوها كما كطلبوا من اللي كيخدموا بشي استراتيجيه او كائنات اخرى، بلي نتوما ماشي القطره الوحيده في بحر الابعاد والاكوان. فهاد النقطه كاين بزاف اللي كيقول لك ما كاينش اللي طلب منكم شي اثبات. ولكن اسوا معيار تقيس به الامور هو الزاويه اللي انت كتشوف منها. وانا هنا ما كنقصدكش بهضرتي انت خصيصه. الوقت اللي تضيعوا في نقاش الاحمق انت اللي غادي تخسروا ماشي هو. تفكرها في كل مره دخلتي في شي نقاش مع شي واحد. الذكاء الانساني عنده حدود، عكس الغباء اللي ما عندوش حدود. والمجال الابداع فيه مفتوح، وما عمرك غادي تغلب او تقهر الطرف الاخر في نقاش محدد. وكما جاء في القرآن الكريم قال الله عز وجل: اذا خطابهم الجاهلون قولوا سلاما. حيت ما كاينش الفايده تضيع وقتك مع اللي ما فاهمينش. وهنا خاصك تطبق القاعده ديال الاحمق الصامت يعتبر من الحكماء.
ولكن الوقت اللي خصك تهضر فيه بهدف ولا تبين راسك او لا تدافع على راسك بهدف، ماشي باي حاجه تدافع على راسك في هذه الحياه. كاين اللي غايقول لك هبيل واش خصك تثبتها له؟ لا، قال لك هبيل قول له غدا العيد صافي. فخصك تدوي، حيت الا بقيتي ساكت بزاف الناس ينساوك ويليحوك في الباك جراوند. هاد الهضره حسبها نصيحه ولا كان قصدك انت، وتقدر تحسبها كنضحك عليك بها. قولها كيفاش كيتقبل الوضع، واللي خاصك تعرف انت ماشي مركز الكون باش نفكر فيك انا ولا اي واحد. كل انسان كامل كيعرف حاجه واحده هو راسو. الا تصورتي مع العائله ولا ديك التصويره ديال المدرسه ومن كتشد داك التصويره، واش كتمشي تشوف الناس اللي فيها؟ لا، كتمشي دغيا تشوف راسك، حيت هو اول واحد كيطيح في بالك. وهكذا الحياه، ناس كاملين كيعرفوا حاجه واحده ولا كيعرفوا نفسي نفسي. هادشي طبيعيه بشريه، الله عز وجل والحكمه ديالو اختارنا نكونوا هكا. وإلا ما داتشيش القيمه لراسك والله ما غادي يديرها لك حتى شي واحد. وراه اي واحد عنده نقد ذاتي راه خاصو يعطي احترام كبير لراسو، حيت هذه نعمه كبيره ما كتعطاش لاي واحد. بحال ملي كتجيك واش هادشي اللي طرا يستاهل هذا ردة الفعل ديالي ولا لا. خاصك تحمل المسؤوليه الكامله على افعالك. عيش في القمه ولا ما تعيش، ولكن حشومه تموت وانت ما عارفش المستويات اللي كنتي قاده توصل ليهم. كل شي في عقلك، كمل ما تستسلمش، ركز على راسك وامن به وثق في الله. خاصك تعرف حاجه واحده، وراء كل خيبه امل كاين هدف ورساله. وانا سمعني مزيان، كون متسامح مع الناس وصارم مع راسك، حيت الا فرقتي الصرامه ديالك على البشر كاملين ما غادي يبقى ليك والو لراسك. انت مشروع، انت استثمار، راك خدمه. بحال والد كيصايب التمثال وكينحت فيه باش يولي مثالي. علاش تعطي للناس اهميه وقيمه اكثر من اللي كيستحقوا؟ وراه حتى حاجه ما خطرها ليك اللي ما غتقدرش تتحملها. يعني انت تولدتي باش دير داكشي اللي قادر ديرو، ماشي باش تعيش نسخه ضعيفه من راسك. وخلاصه الا كنتي انسان عاقل ولو شويه اتقدر راسك. وهاد النصيحه خصك تطبقها. خدم واسكت باش شاحد ما يتلفك. كما كيجي سكوتك وقت الاحتياج عزة نفس، سكوتك وانت رابح ثقة، سكوتك وانت خسران انتصار. ما تهضرش الا كانت هضرتك حسن من سكوتك، وما تخافش من الضغط وقت الاحتياج، حيت هذيك اهم مرحلة. والضغط هو اللي كيخلي الانسان يتعلم ويتبدل. وفي اخر سطوري بغي نقول واحد الهضره اللي ممكن تكون غريبه شويه، ولكن اعتبرني واحد واقف معاك وكيهضر عادي. ما تاخدش كلامي كتوابيت، لا بغيتك تفهمني صح ولا بغيتك تفهمني غلط. انا ماشي نبي باش تيقني. معرفه جنون والجهل مرض. خليني نكون واضح معاك، انا ما كنقول لكش تيقني، داكشي علاش بلا ما تطلب مني دليل ما كنتسنى حد يقول لي. هذه مجرد هضره خاويه ولا روايه، انا كنشوفها باشاره اللي كتديك للطريق الحقيقيه. ومن وجهه نظري انا يقدر يجي نهار وجهه نظرك ليا غادي نفهمها ونتقبلها، ولكن وجهه نظري انا لك الحريه الاختيار. يا تسمعني توافقني تفهمني او لا تعارضني او دير راسك ما شفتينيش من الاصل، لك الحريه اللي كتشوف راسك فيها. انا نقدر نقول الحقيقه المورا واللي قليل من البشر شايفها وفاهمها، وانت تقدر تقول الكذبه اللي صمتيها وعشتيها وفرحتي بها. الافكار كتعيش من مول الكاتب وكيموت الهبيل هو كيحاول يقتلها. كنشتاق مره نرجع لهذيك الشخصيه اللي كانت ضعيفه وكتقلب غا على باش تفرح وتستمتع، ولكن طرات واحد الحاجه لهاد الشخصيه وكان عندها دافع وفضول وينوض يفتش باش يبدل شخصيته وحياته، يدخل شويه ديال الفلوس ويعيش حياه كريمه. وهذاك الحرمان خلاني نوض نفتش ونقرا اول كتاب ليا. ومن داك النهار شديت الطريق، وها طريق اللا عوده، ماشي حيت مفرض عليا ولكن الدافع الشغف. ولقيتي داك الشيء اللي تزاديتي باش ديرو، والخوف تولي داك الطفل اللي كيخاف شنو غادي يقولوا عليه الناس الا فشل ولا ما داش داك الشيء اللي في باله. ودابا داك الطفل ولا راجل كيعلم دوك الناس باش ما يفشلوش.
وما بقاش اصلا يفكر الناس اش يقولوا عليه ولا يسمع الايغو. وطبيعة الحال هاد الشيء كامل بفضل الله. قبل ما نكمل، اي واحد عنده حافز او هدف ركز على راسك انت الاول، وفيها النهايه تلقى داك الشيء هو اللي مركز عليه. والحياه فيها مراحل، ولكن اهم مرحله هي اللي كتطور راسك فيها وتفهمو وتدوز من سطحوه روحيه وتطوير الذات والليله المظلمه. وبزاف كتبقى ليك حاجه وحده، هي تامن براسك وتطور وقدر راسك. طيح ونوض، ما تعين حد يدير هاد الشيء في بلاصتك. ربي راسك وراسك، دير داك الشيء اللي باغي وكون مقتنع به، حيت كاين اللي كيديروا بزاف ديال الحوايج وهما ما مقتنعينش بهم، غير حيت بغى يجرب ولا حيت خايف الناس يضحكوا عليه الا قال لهم راه فشل. الا ما كنتيش مقتنع براسك حتى واحد ما غادي يقتنع بك. ايه جرب وعاود، الحياه مازال قدامك. ما تقولش كون ضمن لي ما نموتش غدا، راه اللي ضمن ليك تموت غدا راه ضامن ليك تعيش حتى 100 عام الا عرفتي. وتبقى جالس ما كدير والو. نوض شوف راسك شكون وفين قادر وشنو هي الموهبه ديالك في الحياه. والتريدينغ فيه جوج اختيارات، يا غتكون ولا ما غتكونش. كاين واحد المثل كيقول اكره ان اموت دون ان افعل الشيء الذي ولدت لفعله. عندما تفعل ما ولدت لفعله سيوفر لك الله طريقا تتراص عليه جنوده. ومفتاح النجاح هو تحقيق الأقصى استفادة من الحياة عبر الشيء لديك بالفعل. صحيح ما كاينش أي ضمانات باللي توصل الأهداف ديالك، ولكن يمكن لي نضمن ليك باللي ما توصلش لهذيك ليها إذا ما حاولتيش الأهداف. والنجاح الحقيقي ماشي فابور، اللي عليك هو دير مجهود وتزيد دير واحد الجهد اللي عليك وتبقى ثابت. ولكن تخيلي الا حاولتي مرارا وتكرارا ونجحتي، تيقني داكشي كيستحق. وهذا الفيديو اعاده برمجه العقل، ولا يكمل حتى لهنا يا غير اما غادي يحترمني يا اما غادي يكرهني، وفي الحالتين غادي نبقى في بالو. القطار اختصار.